بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. الجديد إن شاء الله في 2026. الحمد لله والشكر لله. هنبدأ ننزل بذور البونيكام المصري الأصلي، بونيكام الشرق الأوسط 002 الخالي من الأشواك والمعتمد في وزارة الزراعة المصرية بقرار وزاري رقم 2021. نيجي نبص اهو، دي هيبقى العبوة ان شاء الله بتاعة البذور، عبوة 250 جرام. العبوة ال 250 جرام ديت تقدر تكفي فدان مرتاح جدا. طيب نتفرج على الصنف والسلالة بتاعة النبات اهو من عند تحت اهوت. بص اللحمية، احنا قطعنا حاجة تطلع في النور. بص اللحمية بتاعته عاملة ازاي، لحمة نجيب احلى لحمة، نبات مفهوش اي اشواك في الساق ولا في قلب الاوراق، ما بيعملش اي التهاب للحيوان. بسم الله ما شاء الله. لو احنا قدرنا نفتحه بص تلاقيه من جوه في عامله زي الزعزوعه بتاعت قصب السكر، بروتين 4500، البروتين 18%، طاقة 4500 من فصائل قصب السكر الأحمر والذرة العويجة. حاجة بسم الله ما شاء الله، معتمد من أصول مصرية 100%. البونيكام يا حضرات هو أصله أفريقي، وأصله عندنا من قدماء المصريين وموجود في برديات كتير، بس للأسف الدول الأوروبية خدته مننا وهجنته ورجعته لنا في شكل غير محترم خالص. تبص تلاقي في الساق هنا بيطلع اشواك زي زعزوعة قصب السكر، وفي قلب الورقة هنا بيطلع اشواك. فالنبات كده بنقول عليه ان هو مش قادر يتطبع بالمناخ بتاعنا، وبيحاول يبقى عنده حب البقاء، فبيقدر يطلع حاجات عشان يقدر يعيش او يتعايش، وبيغير جيناته الوراثية عندنا، لكن هو هناك عندهم في الاجواء بتاعتهم يصلح. ربنا سبحانه وتعالى ادانا خير كبير، ربنا قدرنا ونقدر نحافظ عليه. فقررت الحمد لله والشكر لله الشرق الاوسط للاستثمار والتطوير الزراعي المهندس احمد مصطفى من 2026 ان شاء الله يبقى الشغل كله هنبدا ننزل بذور في المحلات التجاريه، نبدا ننزل بذور في المحلات التجاريه. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.